بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. موضوعنا مع حضراتكم النهاردة عن كتاب بعنوان على حافة العقل للكاتبة زينب الزبيدي. على حافة العقل مش مجرد كتاب عن علم النفس، لكنه مراية حقيقية للنفس البشرية. كتاب بيخليك تفهم انه اخطر مكان ممكن يعيش مش البيئة او المجتمع اللي هو عايش فيه، لكن ممكن يكون اخطر مكان الانسان عايش فيه هو عقله وراسه. الكتاب بياخدك في رحلة داخل عقل الانسان، مش العقل العبقري بس، لكنه العقل المتعب، القلقان، المرهق من التفكير الزائد. من أول الصفحات تحس إنه الكاتبة مش بتتكلم عن شخص بعيد، لكن ممكن الشخص ده يكون أنت، وعن كل المعارك اللي بتحدث داخل عقل الإنسان. الفكرة الأساسية للكتاب إنه الإنسان أحيانا بيعيش على حافة عقله، يعني في منطقة خطيرة بين التفكير الطبيعي والانهيار النفسي بسبب الضغط والخوف والقلق المستمر. الكاتبة بتشبه العقل زي الهاتف المفتوح عليه عشرات التطبيقات في وقت واحد، لحد ما يهنج ويقف وتضطر تعمل له إعادة تشغيل أو ريستارت. الكاتبة بتوضح إنه أكبر معارك الإنسان مش دايما مع الناس أو الظروف، لكن مع أفكاره الخاصة، وإنه أحيانا فكرة واحدة سلبية تقدر تدمر طاقة يوم كامل، ويمكن حياة إنسان كاملة لو الشخص استسلم لها. من أكتر الأفكار المؤثرة في الكتاب إنه العقل مش بيعرض الحقيقة دايما، لكنه أحيانا بيظهر لك مخاوفك، فتبدأ تشوف نفسك فاشل رغم إنك ناجح، أو تحس إنه اللي حواليك بيكرهوك، لكن المشكلة في طريقة تفكيرك مش في الواقع اللي انت عايشه. الكاتبة بتناقش مشكلة التفكير الزائد بطريقة قريبة جدا من الشباب، خصوصا النوع من التفكير اللي بيبدأ قبل النوم ب5 دقايق ويتحول فجأة لتحقيق داخلي عن الماضي والمستقبل وكل الأخطاء اللي ارتكبتها على مدار سنوات حياتك. الكاتبة بتؤكد إنه الكتمان المستمر خطر نفسي حقيقي. الشخص اللي بيخفي حزنه طول الوقت لكنه من الداخل شايل ضغط هائل ممكن يخليه ينفجر في أي لحظة. الكتاب بيتحدث عن فكرة الأقنعة الاجتماعية، إزاي إنه بعض الناس بتتظاهر بالقوة والسعادة عشان غيرهم ما يشوفهمش ضعفاء، لكنهم في الحقيقة عايشين صراع نفسي كبير. من أجمل الرسائل في الكتاب إنه الإنسان مش مضطر إنه يكون مثالي طول الوقت. طبيعي إنك تتعب، تخاف، تفشل، أو تشعر بالضياع أحيانا، لكن المشكلة إنك تقنع نفسك إنك ما تستاهلش الوقوف والنهوض مرة أخرى. الكتاب بيشرح فكرة إزاي التجارب القديمة والكلمات الجارحة على تكوين الشخصية، أحيانا جملة اتقالت لطفل صغير بتفضل معلقة جواه وفي عقله وتتحكم في ثقته بنفسه من غير ما يحس. الكاتبة بتناقش أهمية الوعي النفسي، وإنه فهم الإنسان لنفسه أهم من محاولة إرضاء الجميع، لأن الشخص اللي بيفهم مشاعره وأفكاره بيصبح أهدى وأكثر قدرة على مواجهة الحياة والتخطيط والتنظيم لحياته. الأسلوب المميز جدا مش بيعتمد على التعقيد الأكاديمي، لكن على لغة سهلة مليئة بالمشاعر والأمثلة الواقعية. عشان كده تحس إنه الكتاب مكتوب بلغة الجيل الحالي، مش بلغة الكتب التقليدية أو الأكاديمية. الكتاب بيعيد التفكير في علاقتك بعقلك. هل عقلك يساعدك فعلا، ولا بيحصرك مجموعة من المخاوف والقلق والمقارنات؟ في اللحظة دي مع الكتاب القارئ بيبدأ يكتشف إنه السلام النفسي مش معناه اختفاء الإنسان، مش في السقوط المشاكل، لكن القدرة على التعامل معها من غير ما تدمرك من الداخل. شكرا لحسن الاستماع.